سنة 1989 في دور عرض كبير جدا في مصر، الناس كانت داخلة تتفرج على فيلم جديد اسمه المغتصبون. الناس كانت فاكرة انه فيلم دراما اجتماعية، وناس تانية كانت فاكرة انه قصة خيال، لكن محدش كان مستعد للي هيشوفه. من اول مشهد الفيلم بيشدك وبيخنقك وبيخليك مش قادر ترمش. حتى قصة الفيلم باختصار عن بنت جميلة اسمها صفاء، اللي كانت بتمثل الدور بتاعها الفنانة القديرة ليلى علوي، لما كانت خارجة مع خطيبها مختار اللي كان بيمثل دوره النجم القدير أحمد مختار. لما هما الاتنين كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد صفاء في ليلة هادية وفي شوارع القاهرة اللي كانت فاضية وقتها، والجو كان رومانسي. وفجأة العربية وقفت وكأن الزمن اتجمد لما تاكسي قديم طلع قدامهم، والتاكسي خرج منه 5 شباب نزلوا منه مرة واحدة. وشوشهم كانت مش طبيعية، وعيونهم كانت مقلوبة، وسكاكينهم كانت طالعة، وضحكتهم كانت ضحكة شيطان. ال5 شباب دول خطفوا الاتنين وجرجروهم لمكان مهجور. المكان حرفيا ما كانش فيه أي روح، بس هتشوف فيه الشياطين على حقيقتها. صفاء اتشدت من خطيبها ودخلوا بيها جوه العربية الزرقاء، وكل واحد منهم خد له جزء منها. صرخات وتوسلات ودموع البنت، ومفيش أي حاجة وقفتهم. ومختار كان قاعد بره مربوط وشايف كل حاجة بتحصل قدامه، وما قدرش حتى إن هو يحرك نفسه. الفيلم وقتها كان صادم، والمشهد اتصور بواقعية مرعبة لدرجة إن في ناس خرجت من السينما في نص الفيلم تقريبا، وناس تانية كانت بتعيط، وناس تالتة كانت مرعوبة من اللي هي شايفاه، وفي ناس تانيين سكتوا خالص. بس أكتر سؤال فضل معلق في دماغ الكل هو ده بجد؟ ولو ده بجد فده حصل إمتى؟ خلينا كده يا صديقي نرجع 4 سنين لورا قبل الفيلم، لما الجريمة الحقيقية دي حصلت، وفي سنة 1985 في حي من أرقى أحياء القاهرة، واللي هو حي المعادي. الجو وقتها كان هادي، والشوارع كانت شبه فاضية، والليل نازل بهدوء. وفي عربية ملاكي ماشية برتم بطيء جدا كان في بنت صغيرة عندها 17 سنة، وكان قاعد جنبها خطيبها، والاتنين كانوا فرحانين جدا بعيد ميلاد البنت الصغيرة دي، والضحكة كانت على وشها صافية جدا كأنها لسه ما اتعلمتش الخوف. لكن الليلة دي ما كانتش ليلة عادية، لا، القدر كان كاتب إن أجمل أيامها تتحول لأبشع كابوس ممكن يتكتب. واللي يحصل إن عربية تاكسي قديمة شكلها مش مريح قطعت عليهم الطريق فجأة، ونزل منها 4 شباب كلهم ملامحهم متغيرة، وباين عليهم إن المخدرات لعبة في دماغهم. وواحد منهم نزل وقال لصوت تخين لخطيبها: ادينا 50 جنيه ويا إما هنعلم عليك. الولد يا عيني اللي في العربية حاول يخلص الموقف وطلع كل اللي معاه، ولسوء الحظ كان كل اللي معاه 25 جنيه بس ده ما رضاش الوحش اللي قدامه، وواحد منهم طلع سلاح وحطه على رقبته وقال له: سيب البنت اللي معاك وامشي. علشان فجأة يدخل في المشهد شاب تاني نازل من عربية زرقاء وقال بثقة مريبة جدا: أنا ابن الضابط فلان، وكلكم لازم تيجوا معايا دلوقتي القسم. البنت وخطيبها ما صدقوا وركبوا معاه، بس العربية ما خدتش طريق القسم، ده خدت طريق تاني خالص. ولما وصلوا العربيتين لمكان مقطوع كانوا هم لحد دلوقتي لسه مصدقين ان هم رايحين القسم، لحد البنت وخطيبها لما سمعوا الاتنين اللي في العربية بيتكلموا، وواحد بيقول للتاني: احمد خلي بالك من الولد اللي معاك، احنا هنخلص على التانية. ساعتها هم الاتنين بس فهموا. الولد اتسحب بعيد وحاولوا يشلوا حركته تماما تحت تهديد السلاح، والبنت اتشدت جوه العربية الزرقاء، وفي لحظة كل حاجة اسودت. العربية الزرقاء كانت مقفولة، والشباك مفيش منه غير نفس تقيل خالص، والبنت جوه العربية مش قادرة تتنفس، ولسانها بينطق بكلمة واحدة بس: حرام بالله عليكم سيبوني. بس مفيش ولا ودن سامعة ولا قلب حاسس ولا ضمير صاحي. وأول واحد تعرض للبنت دي سحبها من هدومها بالكامل وحط السكين على رقبتها وصرخ في وشها وقال لها: لو صوتك طلع انا هموت خطيبك بره. وهي البنت كل اللي بتعمله انها بتترجاه وبتبوس رجله وبتحاول ان هي تغطي نفسها باكبر شيء ممكن، لكن برضه ما كانش في فايده. ابتدت اللحظه اللي الزمن وقف فيها، ونفس البنت كان تقريبا بيطلع بالعافيه، وقلب البنت بيترجى كل واحد من دول ان هم يسيبه، يا اما بيترجى ان هو يموت. وواحد ورا التاني ورا التالت لحد ما كملوا ال5، أو خلينا نتكلم بصيغة أحسن شوية، 5 ذئاب بشرية تناوبوا على جسم البنت دي، وكل واحد فيهم كان فاكر إن هو بيكمل لحظة نشوة، لكن في الحقيقة هم بيكملوا لحظة موت شخص تاني. البنت يا عيني خطيبها كان مربوط بيبكي من غير صوت، شايف وحاسس وبيتقطع بسبب اللي هو شايفه، وكأن إيديه مش مربوطة،
ده روحه اللي مربوطة كمان. ساعة ونص يا صديقي من الجحيم، واللي حصل فيها ما يتكتبش وما يتوصفش وما يتحملوش أي بني آدم طبيعي. الخمس ذئاب دول يا صديقي خلصوا كل اللي جواهم ورموا البنت من العربية، وكانت وقتها هدومها متقطعة وجسمها عليه آثار الضرب، وعينيها كانت مطفية مش قادرة تتحرك ومش قادرة كمان إنها تتكلم. خطيبها بعد الموقف ده أخدها ولم هدومها وخدها معاه، لكن البنت وقتها كانت حرفيا من غير روح. الاتنين راحوا لأقرب تليفون موجود وطلبوا الإسعاف وطلبوا ولد البنت. أبوها جه والدنيا مرة واحدة سكتت، مش سكتة خوف، لأ، دي سكتة كسرة. الأب أخد بنته ورجعوا البيت، وكانت دمعتهم هما الاتنين محبوسة والألم كان لسه في أوله. البيت وقتها كان كله في حالة ذهول. البنت كانت قاعدة على الكنبة ملفوفة في بطانية وعينيها ما بتتحركش، مفيش دموع، بس الوش تقريبا بيحكي كل حاجة أكتر من أي كلام. والأم كانت قاعدة جنبها بتبكي في صمت، وخطيب البنت واقف في ركن كده بعيد مش قادر حتى ان هو يبص في عيون اي حد. الاب بقى اللي كان وقتها في الفيلم بيمثل دوره الفنان القدير حسن حسني، في الواقع بقى هو كان راجل شهم جدا وما اكتفاش بالصريخ ولا باللوم ولا حتى ان هو قال خلاص احنا هنستر على بنتنا، لا، ده هو رفع سماعة التليفون واتصل فورا بالشرطة وقال لهم بصوت مليان غضب وكسرة: بنتي حد اغتصبها وانا عاوز حقها. الشرطة وقتها يا صديقي وصلت بسرعة واخدوا اقوال الخطيب وبدأت التحقيقات فعلا. ولما سألوا البنت فهي وصفت اللي قدرت عليه، بس كانت مشوشة جدا وتعبانة، وكل جملة كانت بتقولها كانت زي خنجر في قلب أي حد بيسمعها. في الوقت ده بقى يا صديقي المجتمع حوالين العيلة دي كان بيغلي، في ناس بتقول حرام دي ضحية، وناس تانية بتهمس وبتقول هي كانت فين هي وخطيبها في الوقت ده من الليل. بس العيلة ما خافتش من كلام الناس ده، بالعكس هم راحوا المستشفى وعملوا تقرير طبي وأكدوا إن البنت تعرضت لاعتداء جنسي جماعي، والموضوع اتنقل للنيابة العامة وابتدت رحلة البحث عن المجرمين دول. وأول خيط في القضية كان مجرد رقم التاكسي، لما الخطيب برغم صدمته كان فاكر جزء من اللوحة، وبدأت الشرطة إنها تفتش الشوارع واحد واحد، وفعلا عربية التاكسي اتلاقت مركونة جنب ورشة مهجور. لكن كل الكلام ده كان في الأول. بداية الأكشن بقى بدأت لما التحقيقات كشفت إن أصحاب العربية دي هم نفس الشلة اللي عملت الجريمة دي، وواحد منهم كان متجوز وعنده بنت، والواحد ده كان اسمه أحمد. أول لما الشرطة قبضت على أحمد اللي هو كان سواق التاكسي اللي لقوه ودخلوه أوضة التحقيق، هو حرفيا ما استحملش دقيقة، وكان وشه أصفر جدا وعرقه كان مغرقه من كل حتة، ولسانه كان تقيل وبيتلخبط في كل كلمة بيقولها. هو بقى وقتها اعترف وقال: أنا هقول كل حاجة، أنا غلطت وندمان، بس أنا ما غلطتش لوحدي. وابتدى بقى يقول عليهم واحد ورا التاني وقال على أساميهم ووصف شكلهم وفضح كل حاجة حصلت من أول لحظة لحد اللحظة اللي رموا البنت فيها في الشارع. الشرطة بقى لما سمعت الكلام ده اتحركت فورا وبسرعة غير متوقعة كل المتهمين الأربعة اتجابوا في حدود يومين بس، واللي بالمناسبة أعمارهم كانت ما بين 20 ل 30 سنة. ولما الشرطة قبضت عليهم والقضية بقت في إيد النيابة فورا أمرت بتحليل دمهم، وطلعت النتيجة إن كلهم كانوا تحت تأثير الهيروين وقت الجريمة، وده كان عنصر إضافي خلى الجريمة أبشع لأنها كانت بجنون غير واعي. ولما جه وقت إن النيابة تاخد اعترافاتهم فهنا كانت الصدمة. يعني مثلا في واحد منهم قال إنهم كانوا طالعين يلفوا شوية في الشارع، وهم بيلفوا أخدوا جرعة هيروين، ولما بقوا تحت تأثير المخدر ده قالوا إن هم هيغتصبوا أول واحدة تقابلهم. ولما هم شافوا العربية وكان فيها بنت شكلها حلو قالوا هي دي، وما ترددوش لحظة. بس يمكن أكتر اعترافات كانت غريبة شوية كانت من واحد من اللي عملوا الجريمة دي اللي كان اسمه أحمد، وقعد يحكي للظابط عن حياته وقال: أنا متخرج بقالي 3 سنين وملقتش شغل، وأمي باعت دهبها علشان أشتري التاكسي، وكنت فاكر إن حياتي اتحسنت لحد ما اليوم ده جه. وكمل كلامه وهو بيعيط وبيقول: أنا عندي بنت صغيرة وبشوفها قدامي كل ما غمض عيني، ونفسي أرجع بالزمن وأمنع نفسي عن اللي عملته ده، بس للأسف الوقت فات. المهم يا صديقي، بعد ما النيابة أخدت أقوالهم كلهم والقضية بقت رأي عام وقتها، فطبيعي جدا جه وقت المحكمة علشان تنطق بالحكم. وفعلا جه اليوم اللي المحكمة بدأت فيه، والناس كلها كانت مستنياه، والقاعة كانت مليانة على آخرها، والصحافة قاعدة، وكل واحد شايل في قلبه وجع
أو غضب أو حتى فضول عاوز يعرف نهاية القصة دي إيه. وأول الناس اللي كانوا منتظرين قرار المحكمة واللي كانوا قاعدين في الصف الأول كانت البنت اتعرضت لكل ده. كانت قاعدة ولابسة نضارة سودا ووشها شاحب جدا، بس واقفة على رجلها أكنها صامدة كده. المهم المحكمة بدأت والقاضي دخل والقاعة كلها سكتت كأنها ما فيهاش ولا مخلوق. وبدأت المرافعات والمحامين حاولوا إن هم يخففوا العقوبة ويتكلموا عن الإدمان وعن السن وعن الضغط النفسي. وده بالنسبة للمحامين عادي، هو بيحاول إن هو يلاقي مخرج للموكل بتاعه بأي طريقة. بس وقتها بقى النيابة كانت جاهزة، من أول تقرير الطب الشرعي لاعترافات كاملة للمتهمين وأدلة قاطعة على القضية. وأول الشهود اللي اتكلموا كان الدكتور اللي فحص البنت وقال إن اللي تعرضت ليه الضحية لا يمكن يكون مجرد حادث اعتداء، ده اغتصاب جماعي وحشي أثره هيفضل على جسمها ونفسيتها طول عمرها. علشان في الجلسة اللي بعدها القاضي يقف وينطق بالحكم، وصوته كان عالي وواضح ومفيهوش رحمة، وقال: حكمت المحكمة حضوريا بالإعدام شنقا حتى الموت للمتهمين الخمسة. وفي اللحظة دي القاعة اتقسمت نصين، نص بيصرخ من الفرحة والعدل والنص التاني بيعيط من الصدمة والقهر. وأهالي المتهمين كانوا بيقعوا على الأرض واحد ورا التاني، والمتهمين وقتها اتشدوا وخرجوا من القاعة بين حراسة مشددة، ووشوشهم كانت كلها مرعوبة وعيونهم كانت ضايعة أكنهم في عالم تاني خالص، ولسانهم كان ساكت ما نطقوش ولا كلمة. ووقتها هم اتنقلوا على طول لسجن الاستئناف، وهناك اتكتب عليهم الانتظار. في واحدة من الزنازين كان أحمد ساكت وما بياكلش ولا بيشرب، وطلب ورقة وقلم وكتب جملة واحدة لمراته وبنته، وقال في الورقة: أنا آسف، الغلطة اللي أنا عملتها دي كان تمنها حياتي، سامحوني، وانت يا بنتي ما تبقيش زيي. ومرت الأيام لحد ما جه يوم تنفيذ الحكم علشان نروح لجناح الإعدامات، وتحديدا في الخمس زنازين اللي كل زنزانة كان فيها شاب وشه باهت وصوته غايب ودماغه بتلف حواليه وعلى لسانه سؤال واحد بس: يا ترى بكرة هيحصل إيه؟ علشان نروح للساعة 4 الفجر لما باب الزنزانة يخبط، وللأسف ده مش بيكون خبط عادي، ده بيكون صوت النهاية. وعلشان يدخل عليهم عشماوي، الراجل اللي ما بيهزرش واللي شاف ناس قبل كده بتنهار قدامه قبل التنفيذ وناس تانية كانت مبتسمة لآخر لحظة. يعني الراجل ده ما عندوش رحمة. والمتهمين دول واحد ورا التاني اتسحبوا، والكلام ده كان في حضور النيابة وشيخ تبع السجن وطبيب السجن وعشماوي ذات نفسه. يعني كل حاجة كانت ماشية زي الساعة. وأول واحد دخل غرفة الإعدام كان مربوط من إيديه ومتغطي من راسه، وعشماوي كان واقف يستنى الإشارة من رئيس النيابة. لما قال له بصوت ثابت: نفذ، وقتها بس الرفعة أو اللي ليها اسم تاني اللي هو الطبلية نزلت، وصوت جسم المسجون وهو بيقع في الهواء كان تقيل كأنه شايل حاجة تقيلة بالظبط. والأول جر التاني والتاني جر التالت ثم الرابع، لأن كلهم اتنفذ فيهم الحكم بالإعدام لحد ما وصلنا لآخر واحد واللي هو أحمد، اللي كان باين عليه إنه أكتر واحد مكسور وما صرخش بس رجله كانت بتترعش. فقبل التنفيذ الشيخ بيسأله بيقول له: عاوز تعمل حاجة أو عاوز تقول حاجة؟ رد عليه أحمد وقال له: عايز أقول لبنتي إن كنت أب وحش، بس نفسي أنت تكوني أحسن مني وتسامحيني، وعايز أقول لمراتي أنا آسف إني سبتك كده. وأحمد خلص كل كلامه وبدأت إجراءات الإعدام، وكل حاجة كانت واقفة على كلمة من رئيس النيابة لما كمل كلامه وقال: نفذ. وساعتها المشنقة نزلت للمرة الخامسة وساد صمت تقيل في المكان، كأن السجن نفسه بيحاول يفهم إزاي بني آدمين يوصلوا للدرجة دي من القسوة. بس لو أنت فاكر إن القصة خلصت لحد هنا، أحب أقولك لأ، هي لسه مخلصتش، لأن عدت السنين والناس افتكرت إن جريمة فتاة المعادي خلاص اتقفلت، وإن فيلم المغتصبون كان نهاية القصة خلدت العدل. لكن اللي محدش كان يتوقعه إن نفس الاسم بنفس اللقب هيرجع تاني يهز مصر كلها بعد أكتر من 35 سنة. واللي يحصل إن في سنة 2020 في شهر أكتوبر كان في بنت شابة اسمها مريم محمد، وكان عندها حوالي 24 سنة، وكانت ماشية في شارع 9 بمنطقة حدائق المعادي، وكانت راجعة من شغلها بالليل، وكانت لوحدها ومروحة عادي زي أي بنت، علشان يطلع عليها 3 شباب في عربية أجرة ولفوا حواليها وبدأوا بالتحرش بيها، وهي قالت لنفسها إنها تهرب وتزود سرعتها شوية. لكن واحد منهم مد إيده فجأة وشد شنطتها بقوة، وهي بكل شجاعة حاولت ما تسيبش الشنطة بتاعتها، بس العربية
ما وقفتش. ولما العربية ما وقفتش يا صديقي، عجلة العربية شدت جسم البنت وخبطت في عربية تانية كانت راكنة، وساعتها البنت اتدست تحت عجل العربيتين، والنتيجة مريم اتسحلت وماتت. والناس اللي كانت في الشارع شافوا اللي حصل وجريوا وراهم، لكن المجرمين دول هربوا. بس الهروب ده مدامش كتير، والشرطة فورا قبضت عليهم بعد أيام قليلة جدا، والقضية وصلت للمحكمة وتحولت أوراقهم لفضيلة المفتي استعدادا للإعدام. بس الغريب إن الناس كلها والإعلام والسوشيال ميديا أطلقوا على الحادثة دي اسم واحد بس، وهو فتاة المعادي، وكأن الاسم ده مربوط بالحزن والوجع. وفي النهاية الحكاية دي مش حكاية فيلم ولا جريمة وخلاص، دي مراية المجتمع محتاج يفتح عينيه ويواجه الوحوش اللي بتلبس شكل بني آدمين. الحكاية دي يا صديقي بتخلينا نسأل نفسنا سؤال: احنا هنسكت لحد امتى؟ كام بنت لازم تتأذي علشان نفهم ان الخوف مش حل؟ وهل فعلا في لعنة ولا في تقصير؟ هستنى رأيك في الكومنتات يا صديقي. وبس كده يا سيدي، ده كان اللي عندنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده، وكل رابط هتلاقيه تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت. فبس كده كان معكم امين اشرف، اشوفكم في الفيديو الجاي.